السلام عليكم. في هذا الفيديو يتم التحذير من منتجات التي تحتوي علي مواد حافظة وأنها مضرة جدا، ولا تنسى الاشتراك في القناة. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا عشان خاطر داخلين على مدارس، وفاضل يوم أو اتنين بالكتير خالص وداخلين على مدارس، وطلبة وتلاميذ وأولادي وأولادك بيستخدموها، ألا وهي الشيبسي. الشيبسي يا جماعة دي شيء مضر جدا وحاجة فوق الوصف، وبتضر أطفالنا أكتر ما بتنفعهم. أنا مش هطول عليكم في حتة إن أنا أعمل لك مقدمة على الشيبسي وأضرار الشيبسي، بس تعالى معايا اتفرج على الفيديو ده. لما جابوا باكو شيبسي وحطوه تحت الميكروسكوب هيبان حاجات انت نفسك هتشمئز منها. مهما احكي لك على اضرار الشيبسي مش هقدر اقنعك الا لما تسمع الفيديو ده. تعالى معايا اسمع الفيديو ده وانت بنفسك هتحكم. طبعا شفتوا الحاجات الوحشة اللي بانت تحت الميكروسكوب من الشيبسي، وده على فكرة ده من أجود أنواع الشيبسي، ودي حاجة غالية جدا. هي حاجة مقاطعة بس دي حاجة غالية جدا. يا بال بقى من لما تجيب لابنك باكو شيبسي ب10 جنيه و5 جنيه، ودي حاجة رديئة جدا. ولو بال بقى لما حطيتها تحت الميكروسكوب هيبان بلاوي أكتر من البلاوي ده. انا قدمت نصيحه قبل كده وقلت بلاش شيبسي للعيال الصغيره والكبار وكله، لان الشيبسي ده مضر جدا بالصحه وبسبب السرطان ومواد حافظه وكلام كتير اتكلمت عنه في حته الشيبسي ده. فانتوا شفتوا الفيديو اهوت، وشفتوا الكلام اللي باين، وشفتوا الوضع قدام عينيكم، صوت وصوره قدام عينيك، وبان كميه الدود وكميه الحاجات المسرطنه والحاجات المعفنه اللي بانت في الشيبسي. فانا بنوه وبوضح للناس يا ريت ما تشتروش شيبسي لا غالي ولا رخيص. الفيديو موضح اجود انواع الشيبسي، ومعمول معمول بتقنيه عاليه جدا. ويابال في ايه كميه دود رهيبه وكميه حشرات موجوده في الشيبسي. يابال بقى الحاجات الرخيصه اللي بنشوفها امثال الكاراتيه والشيبسي والاندوم والحاجات دي كلها مليانه حاجات مسرطنه واشياء مسرطنه. اللهم اني قد بلغت، اللهم فاشهد. فالشيبس يا جماعه امنعوه عن اطفالكم، محدش ياكله خالص لا كبير ولا صغير. تعالى بقى اوضح لك كمان اللانشو اللي احنا بنقولوه لانشو بالفراخ ولانشو باللحمه. برضو اللانشو دي من ارضى ومن اعفن حاجات بتسبب سرطانات وبتسبب مغص كلوي وبتسبب فشل كلوي كمان، وبتبهدل المعده. اللانشو كمان. تعالوا برضو افرجكم على الفيديو ده وانت بنفسك هتحكم، وسيبك من كلام انا. الفيديو هيوضح لك ان حته اللانشو لما نزلت تحت الميكروسكوب او جت تحت الميكروسكوب هتشوف كميه الرداءه وكميه العفانه اللي موجوده في اللانشو. ويقول لك لانشو بالفراخ ولانشو باللحمه. والحاجات دي يا جماعه مش لانشو ولا حاجه، ده الحاجات دي حاجات مسرطنه وحاجات كلها بعيدا عن الحاجات الصحيه للطفل وغير الطفل. تعال اتفرج معايا على الفيديو بتاع اللانشو ده وانت بنفسك هتحكم صحه كلامي.
شفتوا اللانشو تحت الميكروسكوب عامل ازاي؟ شفتوا كمية الرضاءة وكمية العفانة اللي في اللانشو والشيبسي، واحنا كلنا عمالين ناكل وبنوكل اولادنا سم ولما اولادنا يجيله فشل كلوي عياذا بالله عافانا الله من هذه الامراض، ويجيله مغص كلوي او يجيله مغص في معدته، بنجري وحالة تسمم وبتاع، واحنا بنوكل اولادنا شيبسي مسرطن وشيبسي فيه دود وشيبسي فيه حاجات مسممه لاطفالنا، ولانشو برضو فيه كميه، فيه حاجات وحاشه جدا في اللانشو. اديكوا شفتوا بنفسكم اهوت. مش هطول عليك في الفيديو، بس اللي انا وريته لكم ديت حاجه تثبت لك انك المفروض ما تدخلش المأكولات دي امثال الاندومي والشيبسي واللانشو في بيتك، لانها بتضر جامد. لو عجبك الفيديو اعمل لي اشتراك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.